عايزة تبقي جميلة صح؟ جمال يدوم معاكِ ما يروحش، جمال ما تحتاجيش فيه تعملي مجهود كبير أو تصرفي فلوس كتير، جمال يخلّيكِ تلفتي النظر من غير ما تقصدي تلفتي النظر ولا تعملي أي دوشة، جمال يعجب أي حد في أي وقت، لكن ما يقرّبش منِّك غير اللي زيِّك. أنا هاختصر لِك بقى كل الكلام بتاع الثقة بالنفس والكاريزما وإزاي أبقى ديفا، هاختصرها لِك ببساطة جدًا في كام نقطة صغيّرين. أول حاجة اتعلمي عن الأنوثة، وأعتقد إن بقى في ناس كتير أوي بتتكلم عن الموضوع ده، ويمكن في ناس كتير بتقوله بشكل مش مضبوط، بس لو هاختصر لِك الأنوثة بمنتهى البساطة هي إنِّك تبقي هادية، تبقي متصالحة، تبقي فاهمة نفسِك كويس أوي، تبقي حاسة بجسمِك ومتواصلة معاه على طول، سواء بقى بتمارين أو حتى لو تمارين خفيفة أو مشي أو كده، بس أنتِ متواصلة معاه وبتحسي بيه بأي ألم فيه، بتهتمي بيه كويس، بتهتمي بقلبِك، بتهتمي بقلبِك دي أنا عايزة أأكد عليها يعني من هنا لسنين كتير، قلبِك هو ده رمانة الميزان، هو ده بجد اللي بيميزِك عن أي حد تاني، هو ده اللي بيطلع في وشِّك وفي شكلِك وفي الكاريزما وفي القصص دي كلّها، قلبِك لو نضيف، قلبِك لو سَوِي ونفسيتِك كده مرتاحة، صدقيني والله العظيم إنه بيبان على الوش، بيصغّر الملامح، بيخلّي روحِك حلوة وخفيفة، كل الناس تحبِّك وتحب تشوفِك وتقعد معاكِ، ما بتبذليش مجهود كبير في إن أنتِ تكوني الشخص المسلي في القعدة، ولا إن أنتِ اللي بتجيبي سير الناس، ولا إن أنتِ بتقولي النكت اللي مش عارفة عاملة إيه، قد ما حضورِك لوحده ليه طاقة وليه إحساس يحس بيه أي حد، حضور راكز، هادي، مستقر نفسيًا، مش شايل في قلبه أي حاجة، ما بيعملش أفلام وخطط ومكر كده سالك كده، سالك وهادي ومسلِّم لله، بيعمل الحاجة علشان هو حاسسها وحاببها، فقلبِك جزء كبير من أنوثتِك وجزء كبير من حضورِك وروحِك اللي بينعكس في كل حاجة أنتِ بتعمليها، حتى في لبسِك، هتلاقيه يبان فيه أوي شخصيتِك أو إحساسِك في اليوم ده، فهتلاقي إن أنتِ كمان بتختاري الحاجات اللبس أو الألوان اللي تحسيها أو تلاقيها مريحاكِ أو لايقة عليكِ أو بتطلّع منِّك إحساس حلو، هتلاقي إن أنتِ مش محتاجة تثبتي حاجة لحد، فبالتالي أنتِ مش مستنية الvalidation أو القبول أو التأكيد من أي حد على جمالِك أو على قد إيه أنتِ ما فيش زيِّك وما تتعوّضيش والقصص دي كلّها، طالما أنا عارفة أنا باعمل إيه، يعني وجودي مع الشخص ده أو في المكان ده بيبقى إضافة فعلًا حقيقية، والإضافة دي مبنية على شغلي على نفسي طول الوقت، إن أنا بازكّي نفسي أو باهذّب من نفسي طول الوقت، عارفة عيوبي وعارفة مميزاتي، باحاول فعلًا أكون إضافة لطيفة وحضور هادي وخفيف بس في نفس الوقت مؤثّر جدًا، طالما عملته بجد ومن قلبي ما بادوّرش على النتيجة، سواء أنا النهارده لقيت نتيجة كويسة من الحاجة دي، عائد يعني حلو، تمام، حلو جدًا هاتبسط، ما لقيتش العائد ده وقتها أو النهارده، أنا متأكدة إني هالاقيه في وقت تاني أو مع حد تاني أو في مكان تاني، وإن المكان ده ما كانش مُقدّر للقيمة اللي أنا باضيفها له، واللي هي على فكرة مش محتاجة أي مجهود ولا محتاجة أي قصدي مجهود يعني شِدّة كده وباجِز كده لا، لا، لأ، الموضوع أبسط من كده بكتير. السِت اللي أنا باتكلّم عليها الجميلة دي أو الديفا أو أيًا كان، واثقة من نَفْسها الثقة اللي ما تخلّيهاش تقلِّل من حد ولا تتكبّر على حد، بس في نَفْس الوقت هي عارفة قيمة نَفْسها، هي عارفة قيمة نَفْسها كويس مش بالكلام، هي بنت القيمة دي. هتلاقيها برضه إلى حدٍ ما ميّالة أكتر للتوازن، يعني لمّا بتلاقي إن الأمور وسعت منّها شوية في أي حاجة، لأ ترجع تضبطها وتوازنها تاني، اللي هو أنا مثلًا اتعلّقت أوي بالحاجة دي، لأ محتاجة أشيل إيدي منها شوية، ما تلاقيهاش خالص بتطارد حد ولا عايزة بقى تثبت حاجة أو تجري ورا حد أو تقول له مش عارفة إيه أو ما بتجريش، هي في مكانها بمنتهى اللطف والهدوء والحياء بتوصّل اللي هي عايزة توصّله، واللي هيلقط ده أو هيقدّره أو هيشوفه هو هو اللي يستحق بقى حضورها الكامل ووجودها معاه وطاقتها وإحساسها ده، هتلاقي حتى حركة عينيها
يعني حتى يعني رمش العين كده وهو بيرمش أو عينيها كده وهي بترمش بتلاقي إن هي بهدوء، حتى في أوقات مثلًا الجنون أو الهيبرة أو اللعب أو اللي هو الطفولية شوية، برضه بتعملها بمنتهى الأنوثة وبمنتهى اللطف كده والهدوء، ما بتعملش الدوشة المنفرة. طفولتها الطفولة اللي فيها اللي بتظهر في أوقات معينة ما بتكونش الطفولة المبتذلة أو المصطنعة أو الfake، لا، لا، لأ، هو إحساس حقيقي فعلًا جواها. أي حاجة حقيقية بتوصل، وأي حاجة حقيقية أنت حاسسها كده فعلًا جواك وزي ما حسيتها زي ما طلعت منك، قد إيه بتبقى جميلة، تحس إن هي pure حاجة organic. رقتها مش بإن هي بتوطّي صوتها أوي وتقعد تتكلم بطريقة معينة ومش عارفة إيه، لا، لا، لأ، رقتها من ملامحها، من وشها، من تعابيرها وهي بتتكلم، من قد إيه هي بتتعاطف مع الناس، من قد إيه روحها كده وإحساسها حاضر في القعدة في المكان. رقتها من أبسط حركة هي بتعملها، يعني ممكن يحصل موقف تلاقي إن البنت حركتها بقت سريعة وبقت منفعلة وبقت مش عارفة عاملة إزاي، وتلاقي نفس الموقف حصل بس تلاقي دي حركتها هادية راكزة تقيلة كده، مش تقيلة علشان بتدعي تقل أو إن هي بقى أجمد واحدة في المكان، علشان هي واخدة الأمور ببساطة، عشان هي واخدة الحياة بهدوء، عشان هي ليها علاقة مع ربنا. مفيش حد يقدر يدعي خالص إن هو يقدر لمرحلة إن هو يرجع لفطرته الطبيعية، إن الست تبقى ست والراجل يبقى راجل، ولا إن هو يقدر يكون في حالة من الاتزان نوعًا ما، وهو ما فيش علاقة ما بينه وما بين ربنا علاقة حقيقية فعلًا، قلبه كده مربوط بربنا، يعني يحبه ويخاف على زعله، يحبه ويحب يرضيه، فهتلاقيها كمان أقرب للحياء، أقرب لللبس المحتشم باختيارها، أقرب لإن هي تحط حتى لو هتحط مكياج بتحطه هادي أوي، تلاقيها تحب أوي الحاجات الطبيعية أكتر، بترجع بقى لحقيقتها، لفطرتها، لطبيعتها، ما تحبش البهرجة والصوت العالي والدوشة، لأ، تحب تروح في الطبيعة، تحب إن هي حتى المنتجات مثلًا اللي بتستخدمها علشان تهتم بنفسها بتبقى طبيعية، بتعتمد على زيوت طبيعية، تعتمد على مساج معين علشان تحافظ على بشرتها وشعرها، بتعتمد في لبسها على القماش المريح واللي في نفس الوقت بيليق عليها، بتدوّر على إن هي تدخّل أكل مفيد وصحّي علشان يضبط لها بقى هرموناتها وحالتها النفسية ومشاعرها وشعرها ووشّها وضوافرها وكل الحاجات دي بتبدأ من الأكل، تهتم أوي بالناس اللي بتقعد معاهم، تهتم أوي بالكلام اللي هي بتتعلّمه أو بتذاكره أو أي مدخلات في دماغها يبقى جاي منين وجاي إزاي، بتهتم أوي بالquality بتاعة وقتها، هي بتقضّيه مع مين. لو أنا دلوقتي عندي قيمة معيّنة وأنا عارف قيمتها وعارف قد إيه هي حلوة وجميلة، مش هامشي أوزّعها كده على أي حد، على كل من هَب ودَب. تقييمي للأمور بيختلف مع الوقت، عشان أقدر أشوف إذا كانت الحاجة دي تستاهل والّا ما تستاهلش. فعشان تبقي جميلة، اهتمي بأنوثتِك، افهميها صح، اهتمي بعلاقتِك بربنا بجد، مش افتعال ومش علشان وقت معيّن وخلاص. اهتمي بصحة قلبِك، بصحتِك النفسية، لإن ده بجد بيتعكس على كل حاجة في حياتِك، ما تقدريش تعملي أي حاجة كويسة غير لمّا يكون من جواكِ كويس، ما فيش أي إحساس حلو هيطلع منِّك غير لو هو من جوّه فعلًا طالع حقيقي وحلو، هتلاقي إن أبسط حركة منِّك، أبسط كلمة، أبسط وجود أو حضور بيعمل تأثير قوي جدًا، مش محتاجة تعملي مليون ألف حاجة ولا تصرفي في منتجات كلّها chemicals كلّها حاجات بتضرِّك ما بتفيدكيش، ولا محتاجة تلبسي عريان والّا ضيّق والّا كل الأفلام دي علشان تبيّني مثلًا الmuscles بتاعتِك أو عضلاتِك أو الحاجات اللي أنتِ عملتيها. أقصى مرحلة من مراحل حُبِّك واحترامِك لنفسِك بجد اللي بتعمليها من غير ما تكوني عايزة تورّيها لحد، من غير ما تكوني عايزة تأكيد أو إعجاب من أي حد. أكيد بنحتاج كلام حلو و وكلام الحلو من الناس بيفرق معانا نفسيًا، بس إحنا ما بنعملش ده علشان الكلام بتاع الناس ولا إعجاب الناس. هي دي المرحلة اللي أنا باتكلم عليها، دي الست اللي أنا باتكلم عليها، لمّا تكون بتعمل أي حاجة عشان نفسها وهي متأكدة إن ما فيش حد هيشوفها، إن هي هتلبس واسع، إن هي هتكون محجبة، إن هي هتكون ما بتأفورش في أي حاجة، لا في مكياج ولا في أي صوت ولا في أي تعامل ولا في أي اهتمام، ما بتعملش أي حاجة مُبالغ فيها علشان تثبت حضورها، حضورها بحد ذاته ثابت نَفْسه، وبرضه ما حدش يقدر يدّعي إن هو يقدر يبقى في الحالة دي طول الوقت،
أكيد كلنا بنتغير وكلنا ميزاننا بيتلخبط وأكيد كلنا بنقع وبنقوم، بس هتلاقي اللي اتعلمت الموضوع ده واشتغلت عليه بتقدر ترجع له بسهولة، خلاص هي فهمت الموضوع بيشتغل ازاي. فاللي بتبقى اشتغلت على الموضوع ده، اللي بيبقى الموضوع ده بالنسبة لها هو الأولوية وهو الوجهة، بتبقى عارفة ازاي ترجع تاني، طبعا بفضل من ربنا، ازاي ترجع تاني تظبط الميزان بتاعها، ازاي ترجع تاني للحالة الطبيعية بتاعتها، للفطرة بتاعتها. فدي رسالتي لكل بنوتة وكل ست وكل أنثى نفسها تبقى فعلا جميلة، نفسها تبقى فعلا جذابة أو ملفتة أو عندها كاريزما أو تأثيرها سحري ما يتنسيش، حضورها قوي أي حد ياخد باله منه من غير ما تعمل دوشة، من غير ما تبقى قاصدة تلفت النظر، ما بتتنسيش وتتحب فعلا من القلب بمجرد يعني لما تقعدي معاها كده قعدة بسيطة تحبيها، وليها قبول كده سبحان الله، جميلة لدرجة إنك تحب إنها تكون بنتك أو إن بنتك تبقى زيها، تحب إنها تكون مراتك، تحبي إنها تكون صاحبتك، تحبي ده وتختاري ده مش علشان أي حاجة تانية. لو عرفتي تعملي ده وتظبطيه وتكملي فيه بجد، مهما كانت ملامحك، مهما كانت حياتك، مهما كان اللي انت بتعمليه، هتبقي جميلة، هتبقي محبوبة، هتبقي مقبولة، هتباني دايما أصغر. والأهم من كل ده إن انت هتهدي نفسيا، هتهدي وهتعيشي حياة شبهك، هتختاري ناس شبهك، هتختاري ناس تقوي فيك الحتة دي وانت تقوي فيهم طبيعتهم وفطرتهم. هتحسي ان الحياة ابتدت تبقى طبيعية، مش طبيعية معناها ان هي ما فيهاش اختبارات او ما فيهاش صعوبات، بالعكس، بالعكس تماما. كل ما الانسان بيعوز احسن كل ما بيتم اختباره اكتر وتجهيزه اكتر. مش معنى ان الحياة هتبقى يعني جنة ولا وردي، بس انت هتبقي حاسة احساس مختلف بس. وسلام.